كلنا تفرجنا في الماتش ديال المنتخب الوطني المغربي، ولكن حتى واحد ما شاف النتيجه بعد ما سالات المباراه، وكل شيء هضر على الاصابات اللي وقعت داخل المنتخب الوطني المغربي. بالنسبه للمزراوي فتيقولوا بان الحاله الصحيه ديالو في تحسن، اخر خبر اللي قريت اليوم. يعني يقدر ما يكونش في الماتش ديال البرازيل، هذه مؤكد ما غاديش يكون في الماتش ديال البرازيل، غادي يكون في الماتش ديال الماتش الثاني اللي غادي يكون ضد اسكتلندا. نتمنى انه يكون في ديك الماتش ديال اسكتلندا، لانه غادي يكون ماتش ديال المفتاح، ماتش ديال نعتبره ماتش ديال البراج، بحكم ان الماتش الاول ديال البرازيل ماتش ملغوم، نقدروا نربحوا نقدروا نخسروا نقدروا نتعادلوا. يعني الماتش الاهم في المجموعه هو الماتش ديال اسكتلندا، هو اللي غادي يعطيك بنسبه اكبر واش غادي تدوز للدور الثاني ولا ما غاديش تدوز للدور الثاني. هذا من جهه. اما بخصوص اللاعب الزلزولي اللي اش غادي نقول لكم الاخوان، الزلزولي اللي تنظن ان بنسبه كبيره ما غاديش يكون في كاس العالم، لانه غادي يخصو 4 ديال الاسابيع، من 3 حتى 4 ديال الاسابيع، مازال ما تخرجت حتى شي حاجه رسميه من الجامعه الوطنيه المغربيه. وهبي حط تنظن انه حط الاوراق ديالو في الجانب، اوراق اللي يقدر انه يجبدهم باش يبدل بهم اللاعب زلزولي. كاين اسماء مطروحه كثيره، كاين لاعب معمه، وكاين لاعب بوفال، وكاين كذلك اللاعب السباعي اللي كاين معاهم في الولايات المتحده الامريكيه على ما اظن. ولكن بنسبه كبيره لا كان شي تغيير وكان غادي يتم المنادات على شي لاعب، فانا من وجهه النظر ديالي كنتمنى انه يعيط على معمه. علاش معمه؟ لانه لعب معاه في كاس العالم اللي داه ديك المره في الشيلي، يعني عارف حافظ. لا معمه حافظ البلان تاكتيك ديال السي وهبي، ولا وهبي حافظ الادوار اللي يقدر يعطيه معمه. فلهذا كنتمناو انه يكون صراحه بوفال يقدر ينفع بالخبره ديالو ولكن بوفال ما غاديش يقدر يعطيك واحد الماتش اللي فيه 90 دقيقه، قاصحه شي شويه على بوفال، يعني ضروري خاصو البديل ديالو. هذه من جهه. كاينين بزاف ديال الناس تيقولوا، وشفت فيديوهات بزاف تيهضروا على ان ما غادي يكون حتى شي، ما غادي يعيط حتى شي واحد، غادي ينادي فقط على السباعي اللي كاين معاهم في لا ليست داتوند. فانا كنظن من وجهه نظري ان غادي يكون غلط كبير الا دار هذه القضيه هذه. لنفرض ان السباعي دخل مثلا في المباراه الاولى او المباراه الثانيه وتصاب كذلك حتى هو، شكون اللي باقي عندك في لا ليست داتوند؟ حتى واحد. لا ليست داتوند خاويه في داك البوست. يعني كنتمنى ان السباعي مادام انك انت ما مقتنعش به 100%، ما دايروش في لا ليست ديال الرسميه اللي غادي تكون كاس العالم، خليه في لا ليست داتوند، خليه في لا ليست داتوند، وعيط لواحد اللي يقدر ينفعك في ديك الكولوار، اما معمه اما بوفال. انا من وجهه نظري وكنتمنى انه يكون معمه، تنظن 48 ساعه باش يعطي القرار ديالو، 24 ساعه قبل ما تبدا ضربه الانطلاقه ديال كاس العالم غادي تسد. يعني ما عندكش حق انك تبدل لعاب ولا انك تبدل شي واحد من الطاقم ديالك. هذه من جهه. من جهه اخرى غادي نرجعوا للزلزولي. كنظن انا باللي السي وهبي البلان تاكتيك ولا المشروع ديال الخطه ديال وهبي كانت مبنيه على الزلزولي. علاش غادي تقولوا لي علاش الزلزولي هو نقدر نقول لك اسرع لعاب كاين حاليا في المنتخب الوطني، ابار حكيمي اللي تيجي بالسرعه ديالو تيجي من الخلف. فالزلزولي يقدر تيهبط حتى لتحت، حتى حدا المزراوي، وتيدي كره ويطلع في واحد 5 ثواني حتى 10 ثواني كتلقاه وصل لك للكادر. يعني دار لك الخطوره. حنا شفنا كونتر النرويج، الكره الاولى اللي خداها من اللور ومشى بها وديفيا، يعني كروازه اليمين وضربها عطاها في يد الحارس. وكذلك الكره اللي جا منها البيت، انه مشى بديك السرعه ديالو اللي كنعرفوا على المزراوي وما سدش على راسو، ما مشاش للشريطه وسد على راسو، رجع لقى ابراهيم دياز يعني حال ليه في المكان المناسب، عطاه ابراهيم دياز. وشفنا حكيمي بالسرعه ديالو كيفاش ديفيا تا هو مشى خلى اللعاب ديال النرويج المدافع ديالهم خلاه متردد، وتحلت ليه الزاويه وضرب البيت. وشفنا ان البيت كيفاش جاب واحد السهوله بربعه ديال لي باس وصلنا ليبو. يعني تنقول ان الزلزولي ضربه موجعه للوهبي.
و100% ان وهبي والطاقم التقني ديالو يعني تخربقوا. فنتمناو خير، نتمناو كيف ما تيقولوا قدر الله ما شاء فعل. نتمناو ان اللاعب اللي غادي يلعب في داك البوست يكون معنا نفيسه كيف ما تيقولوا. المغرب كامل كتشوفك اخويا، سواء كان مع عما سواء كان بوفال غينفع بالخبره ديالو بحكم انه لعب جوج ديال لي كوب دي موند 2018 و2022 وشفنا الاداء ديال بوفال. يعني راه بلا ما نهضروا على بوفال وتا في هذا الموسم هذا راه ملي مشى لعب في الدوري الفرنسي راه طلع النيفو شويه وبدا كيرجع شي شويه، بدا تيريكوبيري النيفو ديالو. اما الزلزولي كيف ما قلنا راه ضربه موجعه، شفناه كيفاش كان مقلع مع بيتيس، عام واعر مع بيتيس، تنظن انا 35 اسيست مع بيتيس، عام واعر ديال الزلزولي. فقدر الله ما شاء فعل. نتمناو خير، نتمناو ان هاد اليومين هادي اللي بقات السي وهبي ولا لا فيديراسيون تعطينا شنو الجديد. فهذا ما كان، نتمنى نكونوا خفيفين على قلوبكم. الى عجبك هادشي اللي كندير ما تنساش انك تعاوننا وتدعمنا بلايك والاشتراك في القناه. فهذا ما كان، السلام عليكم.